كمان بعد ما احنا عملنا الديزاين والاناليسيز والفيجواليزيشن والكوردينيشن والكلاش ديتكشن، كمان واحده من اهم الحاجات اللي ممكن تكون فارقه جدا في عمل الموديل ال 3 دي، لو انت مش واخد بالك من الاول وما كنتش عارف من متطلبات مثلا المالك، او ما كنتش محدد مع المالك، او المالك جه في الاخر وقرر ان هو يعمل ال 4 دي اللي هو الجداول الزمنيه وربط الموديل بالجداول الزمنيه، وعمل البلاننج بتاع المشروع وربطه مع الموديل ال 3 دي. لو ما كنتش عارف المعلومه دي من الاول، دي ممكن تخليك تعيد المشروع كله بالكامل وترسمه كله بالكامل من الاول. فمهم جدا 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 انك انت تحدد البيم يوز. تعالوا نتعرف على ال 4 دي والبلاننج، او ازاي ممكن يتم دوت عندنا. ولازم تكون فاهم ان كل حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها في البيم يوز دي انك انت ممكن تتخصص فيها وتكون انت الاي بلاير في الشركه في النقطه دي، لان كل واحده من دول ليها تفاصيل كتير جدا وليها برامج كتير جدا بتقدر تحققها. فتعالوا نتعرف على ال 4 دي بلاننج، وفكره كمان الكوست استيميشن ان احنا ممكن ازاي نضيفها مع ال 4 دي بلاننج عشان نقدر نوفر على نفسنا مشاكل كتير جدا بتحصل ويكون فيها تعارض في تفاصيل كتير جوه المشروع. نروح على الفيس بتاعه البلاننج ونبتدي نفهم ايه هو فكر البلاننج عندنا وايه التعريف بتاعنا زي ما احنا متعودين. اولا البلاننج بيقدر يفيدنا في ايه؟ بيقدر يفيدنا في فكرة انك انت تقدر you can generate accurate program information، هتقدر تطلع بلاننج مظبوط للمشروع. كمان show the construction sequence and space requirement and building site، هتقدر تبقى متأكد انك انت حاطط الكرين ده في مكانه مظبوط، ممانج السايت بتاعك بطريقه مظبوطه، ما يحصلش اي تعارضات في الجداول الزمنيه. ممكن انت ما تكونش واخد بالك من ان انت حاطط الكرين في مكان، لما تيجي تطلع فوق عشان تدخل معده معينه الكرين هيكون متعارض معاها، فده بيقدر يوريهولك وبتقدر تاخد قرار مظبوط في السايت. كمان من الحاجات التانية اللي هي الباورفول فيجواليزيشن اند كوميونيكيشن تولز، بتقدر تتفرج على المشروع بتاعك وهو بيحصل له كوميونيكيت او بيركب مع بعضه بطريقه معينه، فتقدر برضو تكتشف بعض المشاكل. understanding of project milestone and construction plans، كمان بتقدر تبقى شايف المايلستون او المراحل اللي هي عند كل مرحله. مثلا احنا عندنا المشروع دوت 5 فيز، خلصنا الفيز الاولى، خلصنا الفيز الثانيه، بقيت شايف الفيز الاولى وصلت لحد فين، خلصتها في وقت قد ايه، هل دوت متعارض مع الفيز اللي بعد كده، هل دوت هيأخرنا في الجدول الزمني ولا لا. فدي برضو من الحاجات القويه جدا اللي بتقدر تشوفها مع البي اي ام. تعالى كمان نتعرف على البينيفيتس بتاعه ال4 دي اللي برضو ممكن تبقى من الحاجات الجميله جدا، ان انت لما هتعمل ديزاين ال4 دي موديل allow people to monitor to procurement state of project materials، هتقدر تكنترول فكره البريكيورمنت وفكره الماتيريال بتاعتك بشكل قوي وبطريقه مناسبه جدا. كمان هتنكريز البرودكتيفيتي اند ديكريز الويست اون ذا جوب. طبعا لما هتبقى انت شايف ان كان في تعارضات في بعض الاماكن، وهتبقى شايف ومتاكد فين الاماكن اللي انت او فين المراحل من مراحل المشروع اللي انت عايز تزود فيها العماله عشان تنجز المشروع، وفي نفس الوقت تقدر توفر كل المشاكل اللي كانت ممكن تحصل. ده كله هيعمل على ان انت تقلل الويست في التايم بصورة كبيرة. تعالوا كمان نتعرف على ال 4 دي موديل ممكن نستخدمه في ايه وازاي نقدر نستفيد بيه على قد ما نقدر مع العميل بتاعنا. طبعا بيستخدم في ان احنا نقدر نوريه للعميل ويقدر العميل يفهم ايه مراحل المشروع. دايما لما كنا بنيجي نشتغل او بنوري العملاء الشكل بتاع الجين شارت او شكل الورق اللي بيوضح فيه ان المشروع هنا وصل في المرحلة دي فانت المفروض تدفع كذا والمرحلة دي وصل، هو مش حاسس بالموضوع، هو مش شايف الموضوع. فبمجرد ما دخل فكره ال4 دي وبقينا بنقدر نربط برنامج البريمافيرا ببرنامج مثلا زي السينكرو او برنامج زي النافيزوركس، ونقدر نوضح مراحل المشروع بتحصل ازاي، ونقدر كمان نربط الكوست مع النقطه دي، بقى الموضوع مختلف تماما. وبقينا بنقدر نوفر على نفسنا تفاصيل كتير جدا ان احنا نشرحها للمالك، وكمان المالك بيبقى
اكتر ثقة فينا، لان هو شايف كل حاجة بتحصل وكل حاجة متخطط لها بطريقة مظبوطة. كمان الناس بتقدر تستخدم الكلام دوت في الانيميشن وفي الماركتينج عشان يسوقوا للمشروع بشكل ما. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو دوت وهو بيوضح لنا فكر المبنى بتاعنا وازاي بيبتدي يمشي مع الوقت day 1 و day 2. يعني مثلا لو جينا بدأنا من الأول كده خالص، هنلاقي إن هو بيبتدي، هو لسه يبتدي يعمل بعض التوزيعات بتاعة العناصر جوه المشروع. طبعا هتلاحظ ان هو هنا عامل لك day 1 ومديك الكوست ومديك انك انت يعني لو انت عميل وبتتفرج على الكلام ده هيبقى مطمئن جدا ليك وهيبقى بثقة كبيرة جدا في الشخص اللي قدامك. يعني تعالوا نبص كده، هتلاقيه دخل بالمعدات وازاي الحاجة. طبعا لو في اي حاجه بقى متعارضه مع الكلام دوت وفي حاجه جايه قدام حاجه، هتقدر انت تشوفها، هتقدر تشوف ان الحاجه دي ما اتحركتش والعربيه كده خبطت فيها، الحاجه دي كانت مظبوطه وانت كان المفروض تمشي من الطريق دوت. فهتكتشف المشاكل دي لما تتفرج على حاجه زي كده. زي ما انتم شايفين برامج طبعا كتير بقى بتخش في الموضوع دوت وبتبقى فيه تفاصيل كتير جدا. تعالوا نتعرف على البرامج دي عشان لو حد حابب يتخصص في الموضوع يبقى عارف ايه هي البروجرام. البريمافيرا طبعا من افضل البرامج في عمل الجين شارت وعمل السكادولينج بتاعه المشروع وعمل البلاننج بتاع المشروع. كمان الام اس بروجكت من البروجرام الجميله جدا. النافيز وركس والسينكرو دول برامج الإظهار وبرامج الربط. طبعا لازم معاك برنامج الريفت. يعني لو جينا فكرنا كده مع الورك فلو بيبقى ماشي ازاي، برنامج الريفت بيطلع الموديل، البريمافيرا بيطلع التخطيط بتاع المشروع بالكامل، وبنربط البريمافيرا والريفت على برنامج زي النافيز وركس والسينكرو. وانا طبعا بفضل السينكرو، بيكون هو الافضل. بس لازم تكون فاهم كويس جدا ان لو انت من الاول مش واخد في اعتبارك انك انت رايح للنقطة دي، او ان انت العميل بتاعك مش محددها معاك من الاول، وجي في اواخر المشروع بيقولك طلع لي كذا او انا عايز كذا، ده ممكن يخليك تعيد الموديل كله بالكامل. خلي بالك من النقطة دي كويس جدا عشان ما تحصلش اي مشكلة وتعيد الشغل بتاعك. وحاول دايما تحدد البيم يوز من اول المشروع في البيم اكسكيوشن بلان. طبعا دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تتحط فيها. كمان لازم تكون فاهم ان دي كلها تخصصات جوه البي اي ام، وده اللي احنا دايما بنقول عليه. البي اي ام هو مش حاجه واحده، البي اي ام هي بروسيس كامله للمشروع بيمر بكل مراحل المشروع. وزي ما احنا شايفين تفاصيل كتير جدا جدا جدا، ومش برنامج واحد، لا دي مجموعه برامج ضخمه جدا عشان تقدر تحقق الفكر والنظريه بتاعه البي اي ام بشكل كبير. مهمتك دلوقتي انك انت تفهم فكر البي اي ام كويس جدا، وتبدا تحط اول ستيب في انك انت تتعلم البرامج بشكل متقن جدا، وتتقن الفيلد بتاعك كويس قوي او الكارير باث بتاعك كويس قوي، عشان مهم جدا التكنيكال مع السوفت وير ومع الفكر بتاع البي اي ام. هتبقى فارق جدا في شغلك. بالتوفيق ليكم.